لك انتو شو شفتوا بحياتكم؟ هي أكثر جملة بتستفزني. كل ما فوت بمود النكد والنق والساء تطلع لي أمي سجع عرض وبتبلش تقلي عبارتها المستفزة وجملتها الشهيرة: لك أمي انتو شو شفتوا بحياتكم؟ آخ يا أمي، شو بدنا نشوف أكثر من اللي شفنا دول عم تقتل بعضها وبشر عم يموتوا مشان المصالح والنفط وحباشاته، وشفنا الناتو بطرابلس الغرب، وكمان شفنا كسوف الشمس 10 مرات وخسوف القمر 7 مرات وتسونامي مرتين، وشفنا أعاصير كاترينا وساندي وكاليفورنيا وبركان آيسلندا، وشفنا إبادة جماعية بفلسطين عم تنعرض على الشاشات قدام العالم كله، وتقسيم للسودان وإسرائيل بلبنان وأمريكا ببغداد، وشفنا انفلونزا خنازير وطيور وبقر مجنون وكورونا وأوميكرون، وشفنا ناس عم تتزوج وتطلق على تطبيق فورست، وشفنا آيفون وآيباد وبلاك بيري وهواوي، وشفنا جوجل وفيسبوك وتويتر وتيك توك ويوتيوب، شفنا برد بينخر العظم وناس عم تموت من الجوع وغلا وكوا ونار، وشفنا ناس عم تبيع تذاكر على المريخ والكهرباء عنا مسافرة على المريخ. لك حتى شفنا كأس العالم بنص الشتوية بقطر. وبعد كل اللي شفناه لسه بتقولي لي يا أمي أنتو شو شفتوا بحياتكم؟ دخيل قلبك يا أمي، لا تقولي لي هالجملة المستفزة وتذكريني بهمي. قال أنتو شو شفتوا بحياتكم؟ قال ليه؟